في اللقاء الأخير من هالمرحلة الجهراء استضاف خيطان الباحث عن لقبه الأول. مديان رضوان كان وش السعد على واحد من اثنين ما بعرف مين هو. ربيع التماس ينفذها حسين إسماعيل في مشهد لا تتطابق تفاصيله مع قصة دولة أهدت المنطقة لعقود أجمل دروس الكرة وحلاوتها، لتتضاعف الخيبة بسكب الزيت على النار في مباراة استضاف فيها الجهر إخوانهم من خيطان. الحكم فهد السهيل ومساعديه تعرضوا لكثير من الضغط بحضرة الاعتراضات، حتى وقع المحظور بالاعتداء عليهم على أرض الميدان، ودائما الصورة أبلغ من أي كلام. مع طبعا مراقب أو الحكم الرابع جاسم البلوشي ومدير الكرة يعني لا الشرارة اشتعلت منذ تدخل إداريي أصحاب الأرض الجهراء، وكأنهم أرادوا تنفيذ القانون بأيديهم بعدما أخفق لاعبوهم في تحقيق النصر بأقدامهم، فأوقعوا الحجة على أنفسهم كدليل على ما نسعى لنبذه على مدى أعوام في صدى الملاعب. الغير مرغوب فيها وغير محبوب فيها طبعا من تساهل الحكم بما جرى كان مدعاة للاستغراب، فما أوقف المباراة واكتفى بإخراج كل من تسبب بهذا الحال قبل أن يطلق الصافرة مفسحا المجال لإكمال ما تبقى من وقت إضافي، وكأنه أراد إضافة المزيد من المشاهد المؤسفة، مشاهد ستنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كما ستكون في الصحف مادة دسمة تحتل العناوين. غريب، شيء مو متصور، شيء يعني احنا في دولة الكويت المباراة تطلع بهذه الصورة وبهذا الشكل. أحداث كلها للنسيان، أما ما تبقى للذكرى وللعلم فحسب أنه حين توقفت هذه الموقعة كانت النتيجة تشير لصالح الضيف خيطان. مديان رضوان، صدى الملاعب.